بأن من الخسة والانحطاط الأخلاقي أن واحد الإنسان كيستدعي الدكتور محمد الفايد للخارج باش يعمل له لقاء مع الناس. الدكتور الفايد ما مشاش لأن ما عندوش فيزا والظروف ديالو ما سمحاتش. كيصدق هذا الشخص خصو ينتقم ويحطم الفايد لأن ما جاش يعني. كنطرحوا أسئلة وكنطالبوا الناس أنهم يجاوبونا عليها، وإلا ما جاوبوناش كنستمروا في العمل ديالنا وكنعرفوا أن هذوك الناس ضعاف وما قادرينش وماشي في المستوى ديال التبادل الفكري أو ديال النقاش العلمي أو ديال الحوار. دابا غادي نقول لكم شنو هي الأجندة الحقيقية. ما داموا كيتكلموا على الأجندة الحقيقية هو أن مجموعة ديال الأصدقاء كيتلاقاو كيتبادلوا الآراء، كيتبادلوا الأفكار فيما بينهم، كياخذوا صور، كيلقاو راسهم فيما بعد أنهم ضليعون في مؤامرة وأنهم كينفذوا أجندة أجنبية وعندهم علاقة بالسنغال أو بالأردن أو بأي بلد في العالم. أحجية أو بحال نكتة، ولكن هي هكذا صنعوها ناس كيبان أنهم ما عندهم ما يعملوا، كيبان أنهم ناس مشحونين على أشخاص معينين وخصهم بأي طريقة ينتقموا، ولو بالخرافة ولو بالإشاعة ولو بالكذب. احنا كنشوفوا دائما تيارات أخرى كيتلاقاو، يساريون كيتلاقاو كيديروا صورة ماشي مشكل، السلفيون كيتلاقاو على قزعة الكسكسو وكيعملوا صورة ماشي مشكل. ولكن لما يتلاقاو ناس ديال التنوير فهناك أجندة وهناك مؤامرة. شنو هي الأسباب اللي كتجعل هاد الناس يتكلموا على أجندات سرية ومؤامرات؟ ثلاثة الأسباب رئيسية. أولا الضعف الكبير ديال هاد الناس. هادو ناس ما قادرينش يدافعوا على فكرة لأن ما عندهمش أصلا فكرة يمكن يدافعوا عليها، ما قادرينش يقدموا براهين أو حجج، ما قادرينش يواجهوا آراء نقدية، عاجزين، فكيلجؤوا إما للكذب أو الإشاعة أو لفكرة الأجندات. السبب الثاني هو الرغبة الشديدة في الانتقام، وهنا كنعتبر بأن من الخسة والانحطاط الأخلاقي أن واحد الإنسان كيستدعي الدكتور محمد الفايد للخارج باش يعمل له لقاء مع الناس. الدكتور الفايد ما مشاش لأن ما عندوش فيزا والظروف ديالو ما سمحاتش. كيصدق هذا الشخص خصو ينتقم ويحطم الفايد لأن ما جاش عنده. ما هذا يعني وكيحرك الناس وكذا باش يدير حملة من أجل شيء واحد هو تحطيم شخص، كما لو أن هذا البلد المشاكل ديالو كلها هو واحد الشخص خصنا نحطموه. هذا دليل على صغر العقول ديال هاد الناس. هذه عقول صغيرة جدا ما عندهاش قضية اللي تخدم فيها واللي هي قضية اللي فيها كرامة واللي هي قضية عادلة. السبب الثالث ديال هاد الهذيان هو الفراغ والرغبة في الإثارة. هاد الناس عندهم فراغ، ما عندهمش قضايا كبيرة حقيقية، ولكن أيضا بغاو الإثارة باش يكسبوا الناس. كل واحد باغي يطلع شوية عدد الناس اللي عنده ولو بالكذب والإشاعة، وهذا أمر يعني غير أخلاقي وغير شريف. إلا أنا بغيت نطلع نسبة المشاهدة خاصني نخدم باش نجيب للناس معارف اللي ينتفعوا بها باش يكون عندي جمهور. هذا هو العمل الشريف. عندنا شباب في المغرب كيخدموا في التعريف بالنظريات العلمية، كيحكيوا أشياء مهمة في التجارب الإنسانية وكيكسبوا جمهور مهم، كيربحوا أيضا أموال، ولكن في الخير ماشي في الشر. هاد الناس للأسف ما كيعرفوش يربحوا إلا في الشر، ولهذا فهم عنصر شرير. احنا ما عندناش الوقت بزاف باش نديروا بهم تشهير أو نتكلموا عليهم بالأسماء ديالهم لأنهم لا يستحقون ذلك. لكن دابا غادي نقول لكم شنو هي الأجندة الحقيقية. ما داموا كيتكلموا على الأجندة الحقيقية هو أن المغرب فكك 255 خلية إرهابية مسلحة اللي كانت غتخرب البلاد. هذه أجندة ديال قوى خارجية اللي بغات تخرب بلادنا واللي ما قدرتش، ما عمرهم ما كيتكلموا عليها. كاين واحد المنبر سفيه كيعتبر راسو إعلام وهو لا علاقة له بالإعلام ولا بالصحافة، دائما كيقلب على الأجندات والمؤامرات غير عند الناس التنويريين والمثقفين الأحرار، ولكن عمره ما هدر على الخلايا الإرهابية اللي غتخرب البلاد ديالنا. هنا كتبان لكم الحقيقة ديال معنى الأجندات. غادي نقول لكم الأجندة الكبرى الحقيقية، وهي اللي وقعت في 2011 لما كان هناك مخطط أمريكي قطري
لإسقاط أنظمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وإخراج الناس للشارع باش يطلعوا الإخوان المسلمين يحكموا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. والخطة فشلت فشل ذريع. وكتبت هيلاري كلينتون يعني وزيرة الخارجية الأمريكية، كتبت: لقد غيرنا خطتنا لما خرجوا الناس ضد محمد مرسي بالملايين في مصر. 14 مليون الناس في مختلف المدن المصرية خارجة ضد الإخوان المسلمين. ففهموا الأمريكان أن المقاربة ديالهم غلطة. هنا الأجندة فشلت طبيعة الحال. سقط الإخوان في مصر، سقطوا في تونس، سقطوا في المغرب، كاع البلايص اللي طلعوا فيها طاحوا. حاولوا يستوليوا على سوريا بالحرب بجبهة النصرة ديالهم يعني النفير أو التشجيع ديال السفهاء المسلمين ماشي الفقهاء، اتحاد علماء المسلمين كيف كيسميوا راسهم، اللي دعاوا إلى الحرب في سوريا باش يطيحوا النظام ديال الأسد، وفشلوا، ولكنهم شردوا شعب بكامله وخربوا بلد بكامله بدون ما يوصل أي شيء. ها الأجندة الحقيقية، هي هذه الأجندة الحقيقية. الأجندة هو أنه كانوا هناك ناس يعني عايشين في سلام في اليمن، ناس شيعة حوثيون. السعودية كتنفق الأموال عند الوهابيين السلفيين في اليمن باش يضيقوا على الحوثيين، حتى مشاو عند إيران كيتسلحوا، واندلعت حرب لا معنى لها على الإطلاق. هذه أجندة. الأجندة هي أنه في ليبيا الآن ما قادرينش يديروا الدولة، لأن هناك أطراف عديدة داخلة وما خلاتش الشعب الليبي أنه يختار الناس اللي غيمثلوه في الدولة. هاي الأجندة الحقيقية، ماشي مجموعة ديال الناس كيناقشوا أسباب التخلف ديال المجتمع ديالهم وكيحاولوا يطرحوا الإشكاليات الكبيرة الفكرية الثقافية الحضارية ديال بلادهم باش الناس يوعوا، كيوليو هما اللي أجندة. ولهذا المنبر السفيه، إذا كان هناك اللي غادي يرفع دعوة قضائية، أنا عندي ما نقول للناس فيما بعد باش نعرفوا شكون أصحاب الأجندات الحقيقية اللي بغانوا يخربوا هذا البلد، وعمرهم ما غيقدروا أبدا أنهم يخربوه لأن كبير عليهم. كنقولوا لهاد الناس لا يمكن مواجهة العقل بالخرافة، لا يمكن مواجهة العلم بالأساطير، لا يمكن مواجهة المنطق بالشعوذة وبالعنف وبالسب والقذف والشتم. شيء لا ينفع. وراكم شفتوا كيفاش أننا دائما كنخرجوا منتصرين من معاركنا، وكيفاش كيفشلوا رغم أنهم مدججون بالأموال وبالسب والقذف والعنف. احنا كنتكلموا غير بالعقل وبهدوء وننتصر في معاركنا. دابا هاد الايام احنا كنخوضوا في مدونة الأسرة، هما ما بغاوهاش تتعدل، وحنا بغيناها تتعدل من أجل مصالح النساء والأطفال ديالنا. المدونة غادي تتعدل وغنخرجوا منتصرين، واخا يشتمونا حتى يعياو، لأن منطق التاريخ أنه غادي لقدام، ما كنرجعوش للور. لا يمكن الانتصار، وهذا الشيء كنقولوا لهم مباشرة باش يفهموا مزيان ويسمعوا مزيان. راه لا يمكن الانتصار على اللي عنده قضية عادلة. ما يكونش عندكم أوهام. اللي عنده قضية عادلة مثل التنوير ونخرجوا بلادنا من التخلف ونجعلوا منه بلاد ديال الحضارة وقوة ناهضة وعندها دور إقليمي مميز، راه هذه القضية هذه راه ما يمكنش يواجهون الناس بالخرايف وبالأجندات الوهمية. اللي عنده قضية عادلة لا يمكن مواجهته بمثل هذه الأساليب المنحطة أخلاقيا. لكم الإشاعة ولنا العمل، لكم الخرافة ولنا البحث والعلم والبرهنة، لكم العنف ولنا الحوار ومنطق الفكر الحي. الناس ديال التنوير خصهم الصبر الكبير على الناس. كنصبروا على الناس علاش؟ لأننا كنعرفوهم ضعاف، وكنعرفوا أنهم في النهاية غادي يرجعوا، وراهم كيرجعوا واحد بالواحد كيرجعوا. حتى ذاك المنبر السفيه اللي كيكذب على الناس وكيخدم غير بالإشاعة وما عنده علاقة بالصحافة، باقي واحد بالواحد غادي يرجعوا للطريق. ولهذا احنا كنتكيسوا عليهم، ما غادي نشتموهم، ما غنسبوهم، وانا شخصيا ما غنرفع دعوة قضائية بحد. ولكن رغم ذلك بالنسبة للشخص اللي كذب علينا انا والسي محمد رفيقي وقال باننا كنتخلصوا من الكونغرس واننا ضالعون في مخطط امريكي، هذا الشخص هذا ما غاديش نسكتوا عليه. واذا كان السي رفيقي كيهضر على القضاء، انا ما غاديش نلجأ للقضاء. انا كنقترح على المغاربه واحد الفكره اخرى. في تاريخ الاسلام كاين واحد الشخصيه
اللي اسمه مسلمة، وتم تحريف الاسم ديالو إلى مسيلمة تصغيرا له، وألحق باسمه نعت الكذاب، وأصبح معروف بمسيلمة الكذاب إلى اليوم. الاقتراح ديالي للمغاربة هو هذا الإنسان إلا ما جاوبش وجاب الأدلة على أننا كنتخلصوا من الكونغرس الأمريكي، أقترح أن يلحق باسمه نعت الكذاب، حيثما ذكر اسمه يلحق بنعت الكذاب. وهذا يعني أفضل عقاب له على خفة اللسان وعلى الاستخفاف ديالو بكرامة المواطنين ديالو لكي يتهمهم بأمور لا علاقة لهم بها. وأعتقد بأن هذه دروس اللي خص يستفدوا منها اللي كيرتكبوا هذه الأخطاء، يستفدوا منها. علاش؟ لأن الغرض ديالنا هو أن هذا البلد ما يبقاش، وإصلاح الفكر وإشاعة الثقافة ديال البناء وديال النهضة وديال العلم وديال حقوق الإنسان. هادو هما الركائز اللي بغينا المغرب يوقف عليها، وهذه هي الأجندة وهذه هي المؤامرة اللي احنا ضالعون فيها، أننا عندنا غيرة على هذا البلد ويوميا كنخدموا من أجل نخرجوا بلادنا من التخلف ونخرجوا كذلك بلدان الجوار، لأن التنويريين كاينين في كل شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ما كنتعدوا على حد، ما كنظلموا حد أبدا، كنطرحوا أسئلة وكنطالبوا الناس أنهم يجاوبونا عليها، وإلا ما جاوبوناش كنستمروا في العمل ديالنا وكنعرفوا أن هذوك الناس ضعاف وما قادرينش وماشي في المستوى ديال التبادل الفكري أو ديال النقاش العلمي أو ديال